4 أخطاء في التشهد، 2 منهم يبطلوا الصلاة لو وقعت فيهم، و2 منهم ينقصوا من أجر الصلاة لو ما عملتهمش. يا ترى إيه هما؟ اسمع بعد ما تصلى على سيدنا النبي. رقم 1 يا جماعة، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عملتها هتاخد أجر السنة، ما عملتهاش ينقص من أجر الصلاة، لأن النبي فعلها وأنت لم تفعلها، ولكن الصلاة صحيحة. الإشارة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس في التشهد كان يشير بالسبابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كده يضم دي كده يا جماعة ويشاور بالصباع ده كده. تمام، عملت انت الحركة دي انت كده خدت أجر النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما عملتهاش صلاتك صحيحة، ولكن انت انقصت من أجر الصلاة. تمام. النبي بقى كان بيعمل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس، هنفرض مثلا ان دي ركبتي عشان مش هعرف امثل عملي، هنفرض ان دي ركبتي اهي، الناس بتفرد دراعها لقدام كده وتشاور كده، وده غلط. النبي ما كانش بيعملها كده. النبي كان بيحط ايديه على ركبته كده وكان يرفع السبابة هكذا. تمام؟ يبقى ما تمدليش ايدك كده عن ركبتك وتسيبها متعلقة في الهواء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده كاملة على ركبتيه هكذا، وكان يرفع يده ويرفع إصبعه في الصلاة، سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا أن النبي كان يشير بإصبعه، والإشارة كده بالراحة، مش الإشارة كده. تمام؟ الإشارة كانت بالراحة كده، يعني ده أنت لو هتشير، وده رأي بعض العلماء، لأن الكلام كله مسائل فقهية مختلف فيها، الموضوع واسع، ولكن احنا بنصل لأرجح الأمور وأيسر الأمور. احنا قلنا رقم 1 ايه؟ إن النبي محمد كان بيحط ايديه على ركبته. النبي محمد كان بيرفع صباعه كده وكان يفعل هكذا بالراحة كده، إنما إنك تعمل كده النبي ما عملش كده. تمام؟ إجماع العلماء قال لك النبي محمد كان يوقف صباعه وما كانش يحركه خالص. يبقى رأي واحد من العلماء قال لك كان بيحرك، ولكن الإجماع قال لك إيه؟ ما كانش بيحرك. طب أنا لما بقى قاعد مثلا في التشهد وأنا عامل الحركة دي كده، عينيا النظر بتاعها يكون فين؟ العلماء على 3. قال لك إذا أردت أن تنظر إلى إصبعك، عايز تبص على صباعك كده مفيش مشكلة، عايز تنظر موضع السجود بتاعك مفيش مشكلة، عاوز تنظر أمام عينيك برضو مفيش مشكلة، ولكن إنك تخلي بالك من الحاجات اللي النبي كان بيعملها واللي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما كانش بيعملها. رقم 2 بعد ما تصلى على سيدنا النبي، ترك سنة التورك والافتراش في الصلاة. تمام؟ دي سنة مهجورة عن النبي، عملتها تاخد أجر السنة كامل، ولو صلاتك يعني ربنا قبلها منك تاخد الأجر 10 من 10. طيب ما فعلتش التورك ولا الافتراش، سواء عمدا أو ناسيا أو متعبا، فصلاتك صحيحة في كلتا الحالات. تمام؟ ايه هو التورك وايه هو الافتراش؟ الافتراش ده يا جماعة بيكون في التشهد اللي في النص، والتورك يكون في التشهد الأخير. الافتراش يكون في التشهد اللي في المنتصف، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة مغرب، صلاة عشاء، لأن فيها إيه؟ 2 تشهد. ففي التشهد اللي في النص بيبقى فيه افتراش. طب التشهد الأخير بيبقى فيه تورك. في فرق بين الاثنين
في فرق بين الاتنين، هشرحهم لك وبعد كده هعملهم لك عملي، وان شاء الله الناس اللي بتسمعنا في الفيديو هنبقى نحط صورة مصغرة لصورة للتورك وصورة للافتراش. قلنا الافتراش يا عم مصطفى بيكون في انهي تشهد؟ اللي في النص، تشهد الاوسط. تعمل ايه؟ قال لك رجلك الشمال بتكون منصوبة، تمام؟ وتقعد على رجلك اليمنى. رجلك الشمال بتكون ايه؟ منصوبة كده، واقفة كده. ورجلك اليمين سامحني يعني بتكون تحت فوق المقعد بتاعك، تحتك على طول، تقعد عليه. طيب التورك ايه هو بقى؟ رجلك الشمال منصوبة، بس انت في الاول كنت بتقعد ايه؟ على رجلك اليمين. هنا مش هتقعد على رجلك اليمين، هنا رجلك اليمين هتتشال خالص وتقعد على وركك يعني من الاخر كده على مقعدك، تمام؟ دي في التشهد اللي في النص، ودي في التشهد الاخير، علشان الناس تركز معايا بالله عليكم، صلوا على النبي كده وركزوا معايا. الخطأين بقى اللي انت هتقع فيهم واللي انا هكلمك عنهم دول يفسدوا عليك الصلاة لو وقعت فيهم. فلو تركيزك كان معايا 50% فانت تركيزك دلوقتي يكون كام؟ لان انت دلوقتي صلاتك مقبولة وغير مقبولة. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير وقع ايه؟ وقع فيه. انا عايز اعرف الشر فين، مش عايز اعرف الشر عشان اعمل الشر، ولكن لتوقيه ابعد عنه. واللي ما يعرفش الخير من الشر هيقع في ده وفي ده، تمام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فمن لم تستطع فنائما، فمن لم تستطع فبقلبك. من الآخر الصلاة ملهاش عذر. الراجل اللي راح للنبي قال له: يا رسول الله أنا راجل أعمى، عبد الله بن أم مكتوم اسمه كده، اللي نزل في صدره سورة إيه؟ سورة عبسة. عبس وتولى أن جاءه. مين هو الأعمى؟ عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم ده يا جماعة كان عنده ابن صغير كان بياخده للمسجد، لأن كان هو عكازه زي ما بنقول. الولد ده مات، فقال له: يا رسول الله أسقطت علي الصلاة؟ الصلاة خلاص ما بقتش عليا؟ قال له: إزاي؟ قال له: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: وجبت عليك الصلاة. فين الخطأ بقى؟ إنك تتهاون، سامحني في اللي جاية دي، وتستظرف إن أنت ما أنتش قادر تصلي، وتبقى قادر تصلي وأنت واقف، وتصلي وأنت إيه؟ وأنت قاعد. صلاتك باطلة بإجماع الفقهاء. يجوز لك تصلي وأنت قاعد، يجوز لك تصلي وأنت قاعد على الأرض، يجوز لك تصلي وأنت نايم، يجوز لك تصلي بلسانك، يجوز لك تصلي بقلبك. ولكن ده انت كل ده لو انت واحد مشلول، لو انت واحد ما بتتحركش من السرير، لو انت واحد متجبس في رجليك وما انتش قادر تقف، لو انت واحد عامل عمليه في ظهرك ما بتقدرش تركع ولا تسجد، فكل دي حالات انت ممكن تستثنيك من انك تكون قائم في الصلاه. فيك الصحه وتقدر تقف صلي، لكن لو فيك الصحه وقعدت صلاتك باطله. الخطأ الثاني والرابع حاجة اتكلمنا فيها إن شاء الله، عدم الاطمئنان بين السجدتين تحديدا. دي أكتر حتة الناس بتاكلها في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: أعظم السرقة سرقة الرجل في الصلاة. سرقة الرجل في الصلاة. فالمهم واحد من الصحابة يقول له: يا رسول الله هو في سرقة في الصلاة؟ احنا ممكن اي نعم، ممكن واحد بيصلي وواحد تاني يحط ايده في جيب التاني. الصحابي فهم كده. ممكن الناس بتصلي وهو قاعد بره بيقلب العربيات بتاعتهم ولا الجواكت بتاعتهم الصحابة قال لهم: لا، السرقة في الصلاة نفسها. قال له: هيسرق في الصلاة ازاي؟ قال: أن يصلي ولا يطمئن في صلاته. فتخيل كده يبقى هو ساجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وقال الدعاء بتاعه، وبعد كده قام بين السجدتين ما بياخدش لحظة لحظتين وتلاقيه نط تاني للسجود. ولا سيما ان الكلام على الاطمئنان في الصلاة عموما يعني ده ركن من أركان الصلاة،
في كل ركن. يعني الاطمئنان ركن في كل ركن، مش ركن عام يعني تعمله مرة وتسقط في الباقي، لا، ده انت تصلي وانت واقف تطمئن، وانت راكع تطمئن، بعد ما تقوم من الركوع تطمئن، بعد ما تسجد تطمئن، بين السجدتين تطمئن، تسجد تاني تطمئن، في التشهد تطمئن، قاعد بعيد وزيد، لان الاطمئنان في كل ركن. سقطت واحد منهم صلاتك باطلة. انا الكلام بقى تحديدا بين السجدتين. ليه بين السجدتين؟ لان هي دي اكتر حاجة ملموسة الناس بتقع فيها، بين السجدتين دي. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه بين السجدتين يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعاءين في الصلاة. الدعاء الأول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. قولهم الثلاثة، لو قلتهم الثلاثة كده زي ما أنا قلتهم اسجد يا عم أنت كده تمام قوي. رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. عندك أنت طولة بال شوية. النبي في يوم من الأيام كان بين السجدتين وأطال بين السجدتين. الصحابة في الحديث يقولوا لك من كتر ما النبي أطال بين السجدتين ظنينا أن النبي هيسجد تاني ونفكر أنه قاعد لإيه؟ للتشهد. من كتر ما النبي أطال فيها الصحابة فكروا أن النبي نسي، كان هيقولوا له سبحان الله علشان يسجد، فكروا أنه هو بيتشهد. طب النبي أطال هنا كان بيقول إيه بقى؟ كان بيقول 7 كلمات وقلناهم قبل كده: رب اغفر لي ارحمني استرني عافني ارزقني اجبرني ارفعني. تمام؟ ال7 كلمات دول تقولهم ممكن ياخدوا منك 10-15 ثانية، مش زي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. تخلي بالك من ال4 حاجات دول، حاجتين منهم ما عملتهمش ينقصوا أجر الصلاة: الإشارة والتورك والافتراش. حاجتين تانيين وقعت فيهم يبطلوا الصلاة، وهي ايه؟ انك تكون قادر انك تصلي وانت واقف فتقعد. الخطأ الثاني عدم الاطمئنان في الصلاة. قال الله عز وجل في كتابه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين